حمدين صباحي كان عامل حوار مع جورنال التحرير او موقع التحرير، وفي يعني بيتكلم طبعا. استاذ حمدين طبعا حضراتكم عارفين وكده، يعني لازم نستغل بقى اي حاجه وفرصه اليومين دول، ويلا يا جماعه نعمل اي حاجه واي حاجه نعملها. وقاعد اتكلم طبعا وايه، بالتاكيد ما انتوا عارفين الفتره دي فتره المزايدات. اي حد عايز يزايد على اي حد، نصحى بقى، يلا نصحى ونبدا نتكلم، وده هنروح عند مجلس النواب وهنقف عند المجلس وهنعمل مظاهره، ولازم تكون مظاهره سلميه. بالتاكيد طول عمرنا بنسمع الكلام ده اكيد يعني. تعالوا نشوف حمدين صباحي، وانا عايز بس حضراتكم تسمعوا وتركزوا وابعتوا لي عايزين تقولوا ايه لحمدين صباحي بعد ما تسمعوه لو سمحتوا. نسمع جزء كده من كلام اللي قايله بتركيز لو سمحتوا، انه بيتكلم على ثوره جديده وفي ثوره جايه. هو بيتكلم بس انهي شهر وانهي يوم؟ سنه 2017 18 20 سنه 2800 2900 ولا سنه 2070؟ مش عارف الله. هو بيقول لك ان شاء الله جايه، بس هي جايه امتى؟ هنشوف. الاستاذ حمدين عنده توقعات كتيره قوي واحلام كبيره قوي. نشوف. يناير ماء، فبراير ماء، اي سنه ماء، اي ماء يعني اي ماء في اي وقت. اللي هي فاكرين يقول لك جماهيرنا، بندعو الجماهير بتاعتنا. طب ما كانوا الجماهير على فكره كانوا موجودين معاك واحنا شفناهم والشعب شافهم يعني. ولكن زي بقول لحضراتكم، هذه هي ايام المزايدات السياسيه. كل حد عنده بقين عايز يقولهم. وهو طبعا كل اللي بيطلعوا اليومين دول ما فيهم واحد، نفسي واحد فيهم ماذا فعل لمصر؟ ماذا قدم الا الكلام؟ بناخد بس الكلام. فاكرين الفنانه صباح بايعين كلام، هم بايعين كلام. ايه اللي عملتوه للبلد؟ ايه اللي قدمتوه للبلد غير الكلام واثاره الراي العام وتهييج الناس على كل شيء حتى من غير ما تبقى حاصله؟ انك قال فرطوا في الارض. مين اللي فرط؟ مين اللي السياده؟ مين اللي في السياده؟ بيتكلم على مين؟ يعني الناس تتكلم على مين؟ طب الاول واحد يتكلم على نفسه. يعني يقول لك ايه، بص لنفسك الاول قبل ما تتكلم. اي حد يعني في هذه الامور حضرتك ماذا فعلنا؟ طب هل فعلا في ناس في لحظه فرطوا في البلد، فرطوا في ارض البلد، في عرض البلد اللي هو بيتكلم عليه؟ مين اللي فرط؟ مين اللي تحالف مع مين؟ مين اللي تحالف لمصلحته؟ طب مين اللي ما رضيش يتحالف عشان مصلحه الشعب؟ هو ده الفرق ما بين اللي تحالف عشان ياخد منصب ونزل على القوائم بتاعتهم بتاعت جماعات الارهاب، نزل على القوائم عشان ياخد منصب بس واخد مقعد في البرلمان، وعلى قوائم الحريه والعداله موجود. ما هو ده لسه من كام يوم، من اربع ايام يعني، مش مليون سنه. مين عمل ده عشان بس مجرد نبقى اعضاء في البرلمان ومش مهم البلد دي تغور والبلد تولع بجاز يعني؟ مين اللي عمل ده؟ طب مين اللي وقف ضد دول؟ مين؟ هو ده الفرق. مين اللي باع ومين اللي اشترى ومين اللي بيدور على مصالح، ومين على فكره ومين اللي قبض. ومين اللي قبض؟ وكتير قبضوا وكتير خانوا. وانا بقول كتير بمعنى الكلمه اللي بعنيها، انا بقول كلام بعنيه. مين اللي باع ومين اللي خان؟ ودي اسئله لاي حد عايز يتكلم او اي حد يقول لي مين. ايوه معروفين. مين اللي قبض الثمن عشان يبيع البلد؟ ومين اللي طلع بره وخد فلوس عشان يجي يدمر في البلد؟ ومين اللي عمل؟ وكل ده موجود على فكره، مش كلام جديد، حضراتكم عارفينه اكتر. ما حدش يجي يزيد على البلد النهارده او بكره ولا بعد مليون سنه. البلد دي فيها ناس هم عارفين كويس قوي، واحنا عارفين، الشعب عارف ان عمر الناس اللي موجوده دلوقتي ولا اللي كانت قبل كده تفرط في حبه رمل من البلد دي ابدا. الوحيدين اللي باعوا البلد دي جواسيس جماعه الاخوان الارهابيه فقط لا غير. غيرهم كل الجميع حافظ على امن البلد دي وعلى سلامتها وعلى حدودها وعلى اراضيها. اللي كانوا اللي قبل كده لهم قاده عظام من قاده جيشنا العظيم. لا يمكن حد في جيشنا ابدا في لحظه يخون بلده على الاطلاق، والتاريخ ثابت والتاريخ بيؤكد كل يوم ده. بنسيب البرلمان، بنسيب القضاء، ونسيب كل الامور قبل ما حد يبدا ياخد قرار من دماغه كده او حد يبدا يزايد. هو الموضوع ايه؟ احنا عايزين ناس تنزل، عايزين نعمل حاله في البلد. هو ده الحكايه النهارده، نعمل حاله في البلد، حاله قلق في البلد، حاله ننزل ناس ما عرفناش، فشلنا
فلازم نبدأ بقى نستغل أي حاجة، حتى ما فيش أي شيء موجود على الأرض. لا، احنا عايزين نعمل الحالة دي، نعمل الحالة دي من النهاردة، ونبدأ نهيج الرأي العام من النهاردة. يلا انزلوا فين؟ يلا نروح عند مجلس النواب. طب هو مجلس النواب ده مثلا عايزين تقولوا لي حمدين صباحي بحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وصلت إلى البرلمان، قال إنها وصلت امبارح الحد. قال المستشار أحمد سعد الدين إنه هيئة مكتب البرلمان لم تحدد بعد توقيت مناقشتها وطرحها على مجلس النواب. السيد بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب طلع بيان النهاردة في هذا الخصوص أو حول هذا الخصوص. أكد مستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أن اللجنة مختصة بالنسبة للاتفاقيات الدولية بتحديد طريقة إقرار أي اتفاقية دولية، ومنها اتفاقيات تعيين الحدود، وذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور. أكد أبو شقة إلى أن المجلس مختص بنظر الاتفاقيات دون مزاحمة من أي جهة أخرى، ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأن المختص بنظر مدى دستورية الاتفاقية الدولية بعد إقرارها هي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وأعلن الأستاذ بهاء الدين أبو شقة أن اللجنة الدستورية والتشريعية فور إحالة الاتفاقية لها ستقوم بدراستها الدراسة المتأنية الكافية مهما استغرق ذلك من وقت، وسوف تقوم بفحص جميع المستندات ذات الصلة، وإن استدعى الأمر ستستمع إلى الخبراء والمختصين من مختلف الاتجاهات، وسوف تقرر ما يتفق مع أحكام الدستور. أهب الأستاذ بهاء أبو شقة وسائل الإعلام بالتدقيق فيما ينشر من أخبار وبيانات، لأن اللجنة ملتزمة باعتبارات الشفافية والعلنية ولن تقوم بإخفاء شيء على الرأي العام، وسوف تقوم اللجنة بنشر بيان عن كل اجتماع تعقده لهذا الغرض. طيب، هو اللجنة هتناقش ايه والبرلمان هيناقش ايه؟ الاول اللجنة التشريعية والدستورية هتناقش ايه؟ هنسأل النائب الأستاذ مصطفى بكري. سيادة النائب مساء الخير. احمد اهلا بيك يا مرحبا. ايه اللي هتناقشه اللجنة بالضبط؟ شوف يا استاذ احمد، طبعا الاتفاقيه وصلت الى البرلمان وانا بسال النهارده ايه يا جماعه سبب التاخير؟ فقيل ان الترتيبات الامنيه انتهت الاسبوع الماضي. الترتيبات الامنيه بمعنى ان الاتفاقيه لها اطراف اخرى، اتفاقيه تعيين الحدود البحريه لها اطراف اخرى، كان في تواصل بينهم الى ان تم الانتهاء من الترتيبات الامنيه، لكن ما حدش عنده فكره عن طبيعه هذه الترتيبات الامنيه لغايه ما تعرض علينا الاتفاقيه بين مصر والمملكه العربيه السعوديه؟ المملكه العربيه السعوديه واطراف اخرى. الحقيقه الاتفاقيه وصلت الى البرلمان، رئيس المجلس بالتاكيد سيحيلها الى اللجنه التشريعيه. وفي اللجنه التشريعيه يا استاذ احمد سنعطي فسحه كبيره جدا من الوقت. نريد ان نستمع الى كل الاراء والى كل المواقف والاراء المؤيده والاراء المعارضه، اساتذه القانون والتاريخ والجغرافيا، وطالبنا بان تكون الجلسات علنيه وتنقل على الهواء بواسطه وسائل الاعلام والفضائيات حتى يعرف الشعب الحقيقه كامله وما هو ما هي المستندات المقدمه. هذه قضيه امن قضيه وطن، نعم، وقضيه وطن بالتاكيد لن يسمح ابدا بالتستر فيها على اي شيء باي حال من الاحوال. هتقول لي طيب الموقف ايه؟ اقول لسيادتك انه المجلس بمقتضى القانون، بمقتضى الدستور ماده 151 هو صاحب اختصاص اصيل، هكذا يقول الدستور، ومن ثم هو ايضا الماده 197 من اللائحه. ولكننا بالتاكيد امام حكم قضائي اجتهدت فيه الدائره التي حكمت، ولكن في النهايه لن نتدخل باي شكل من الاشكال. الاحكام القضائيه احكام لها حجيتها ولها منطقها ولها احترامها نعم. ولكن بالتاكيد واحنا بنناقش، وبعتقد المناقشه مش هتقل عن شهور، مش شهر ولا بتاع،